يا مساء الفل، يا مساء الجمال، يا مساء التفاؤل والهنا. هنا بقى عملت حبة فطير كده، يعني فطاير كده حلوة محشية بالجبنة ومن عطاسة فوق وخلاص، ولا فرن ولا عجن قوي ولا حاجة ولا حاجة، على طول سريعة بس حقيقي تحفة وجميلة جدا، وتنفع كمان للمدارس. يعني تنفع كده للمدارس، كده تعملي الواحدة صغيرة شوية وتحطيها في اللانش بوكس بتاعهم. وبصي احشيها زي ما انت عايزة بقى. عندك مثلا فراخ بايتة قطعيها واعمليها، عندك حبة لحمة مفرومة على جنب موجودين في الفريزر طلعيها واعمليه، اي حاجة. لو عندك حتى مش احشي بيها جبنة براميلي، جبنة عادية. احلى حاجة في الفطاير دي ان انت بتحشي اي حاجة فيها، يعني ما بتقولكيش لا. جميلة جدا وسهلة. والمكونات اهيت: هنا كوباية مية دافية وكوباية لبن دافية، لو عايزة تبدلي اللبن بالمية ماشي حطي كوبايتين. هنا معلقة سكر كبيرة، ربع معلقة ملح، وربع كوباية زيت. وهنحط بقى ايه الخميرة، معلقة كبيرة خميرة فورية، وقلبي كده كله دافي مع بعض، وهنديهم تقليبة كده. وهنحط 4 كوبايات دقيق. 4 كوبايات دقيق انا نخلاهم كده، وهفضل اقلب فيهم بقى وادخلهم كده كلهم مع بعض. مش محتاجة عجن قوي، يعني افضلي اعمليها كده، واعملي بالسباتلا اي حاجة. والله ما عملتها بايديا يعني قوي، لا، ما لميتها بس كده وخلاص. لو محتاجة حبة دقيق تاني حطي، محتاجة حبة مية تاني حطي، حسب الدقيق بتاعك هيبقى ايه. يعني في مثلا دقيق بيحتاج تاني، مش من نفس المكونات اللي انا قلتها دي. يعني تحطي معلقتين دقيق، تحطي معلقتين مية، مش شرط، زي ما انا قلت حسب الدقيق بتاعك. هنا هي خلاص عجنتها بسيط كده بالسباتلا زي ما بقولك، ورحت مغطياها بالاسترتش وسبتها على المطبخ. بسم الله ما شاء الله، احنا لسه الجو ما سقعش قوي. بصيت لقيتها ما فيش نص ساعة وخمرت مني. بسم الله ما شاء الله، بصوا اهي جميلة جدا. انا عايزاها سايلة كده لاني لسه هفرد بالدقيق. يعني وانت بتفردي حطي دقيق كتير وما يهمكيش، علشان كده انا عايزاها سهلة يعني سايلة شوية. العجينة لما بتبقى سايلة شوية كده وتيجي تعمليها بالدقيق بتبقى حلوة. الكلام ده لو انت هتعمليها بزيت او بسمنة ممكن تظبطي وتحطي حبة دقيق تاني. هحط بس دقيق كده في كل حاجة، هحط دقيق. وانتي حسب الفطيرة اللي انتي عايزاها، عايزة الحجم اللي انتي عايزاه اعمليه، صغيرة كبيرة فبراحتك. هرش برضو دقيق هنا كده، وهحطها برضو كده عشان هغطيها. انا عملتهم بسم الله ما شاء الله، ال4 كوبايات دقيق عملتهم على 8 فطاير. بقولك انت عايزة تقطعي صغير قطعي عشان ياخدوه في اللانش بوكس بتاعهم، ماشي. قطعي كبير براحتك يعني. هقطعها هنا كده، هظبط. بعد كده هظبطهم خالص على 8. حسيت ان هما بسم الله ما شاء الله اول ما اتحطوا كده وغطيتهم لقيتهم خمروا قوي وفردوا مني كده. فاخدت من كل حتة، يعني من كل واحدة حتة، وعملت الباقي طلعوا 8. 8 فطاير. بسم الله ما شاء الله هم طلعوا، بصوا، وكل ما يتركنوا على جنب كل ما يفردوا اكتر. غطيتهم هنا وهشتغل بقى على طول. هي مش محتاجة شغل خالص. جبنة موزاريلا عندي، جبنة براميلي، قطعت عليها بس قرن فلفل كده حامي مشطشط. فقلت احشيها بيها كده، جميلة جدا. وهنا احط دقيق كده وافرد، مش محتاجة، بصي بتتفرد معاكي فظيعة. زبدة كده في ايديكي. حطي دقيق زي ما انت عايزة وافردي. ما انا بقولك الحشو ده برضو تبع، يعني ما انت عندك ايه في البيت اعمليه.
احط كده معلقة جبنة واحط معاها الموزاريلا، وهي سخنة بقى بصي بتمط كده وتبقى جميلة جدا. واقفلي بقى كده، ما تخليش حاجة مفتوحة منك، يعني حاولي تقفليها حلو، واقلبيها على ظهرها، وبرضو اعملي كده وبططي كده، بططي كده بس بالراحة عشان الجبنة ما تطلعش منك. ظبطيها كده وروحي حطها. حطيتها كده، عملت كله. هنا برضو الحاجات كتير ما مش عارفة ما تصورتش برضو وانا بعمل ده. انا عملت 3 معاكم بس معلش. هنا حطيت سمنة على زيت، عملت 2 طاسة كده عشان الحق اخلص. سمنة على زيت واللي هم ما عاملاهم بقى بعملهم، والنار بتاعتي هادية جدا، وبروح مقلباه. يعني اول ما احطها كده تستوي اروح مقلباه. بصوا المقطع ده معلش والله العظيم ما اتصور، وانا بمنتج دلوقتي لقيته كده، بس معلش اعذروني. هي بتتقلب على الناحيتين، تفضلي تقلبي تقلبي على نار هادية، وتغطيها وتغطيها على نار هادية، سمنة وزيت وبس. وبتطلعيها برضو بتغطيها وخلاص، بتاكلوها وهي سخنة. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا، وجربوها. انا بحب اشكر اي حد بيعلق لي كده، يا سلام، كومنت حلو كده، وبيكتب لي حاجات كلام جميل كده من قلبه، وانا ما اعرفكوش والله العظيم، بس حاسه ان انتوا اخواتي، واكني اعرفكم، واكني عشرة عمر والله العظيم، ومن القلب للقلب. انا زي ما انتوا بتحبوني انا كمان بحبكم. ربنا يديمكم في حياتي نعمة يا رب، وما تحرمش منكم ابدا. جربوا الوصفة دي هتعجبكم أوي، الفطاير دي. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.